عاملين ايه؟ انا مريان ودي قناتي على يوتيوب لاول مره تشوفوني. النهارده هنعمل اكله على طول بعملها. انا اكتر ام في امريكا بتحشي ورق عنب بلا فخر، عيالي بيحبوا. طبعا اما باجي اسالهم اقول لهم حبايب ماما تاكلوا ايه، يقولوا لي عايزين ورق عنب. حاسين ان هم شاريين مكنه ورق عنب وشايلينها في البيت، بس للاسف انا بحشي بايدي. لو عايزه تجيبي الورق العنب مش جنبك اي محل عربي، في الويلمارت سيكشن بتاع العربي، زي العربي بالظبط، في حاجات كتير قوي هتلاقي. دلوقتي انا فتحته، هو بيبقى جاي عليه الشبكه دي على جنب الحوض. هنزل بس الميه اللي فيه، عايزه اطلعه واوريكم. هو اوقات بيجي الورقه طريه حلوه جدا، واوقات بتبقى مش طريه، يعني ممكن تبقى ناشفه شويه. بصوا بيبقى ملفوف كده، طلعيه مش راضي يطلع، لا نشكر ربنا. بصوا الورقه طريه حلوه قوي، انتوا شايفين. انا بس عايزاكم تعرفوا انه في اوقات بتفتحوه تلاقي طريه، واوقات بتفتحوها مش بتبقى طريه، حسب. بتاعتي طلعت طريه. لما اجي اسلقها بليز لو سمحتوا ما تحطوهاش كتير في السوا. يعني خلطه ورق العنب انا بعملها بلحمه، بصل مبشور، رز، ملح وفلفل، جوز الطيب، معلقه سمنه حلوه عشان الريحه. هجيب لكم بالظبط المقادير. انا بس خلصت كل الخلطه بتاعتي، عملتها مع بعض. انا حطيت نص كيلو لحمه، كوبايتين ونص رز مغسول ومنقوع كويس جدا مفيهوش اي نقطه ميه، بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين مبشورين. ما تقطعوش البصل، لازم يكون مبشور، لاني لو قطعتيه هيبان قوي شكله، القطع بتاعته في قلب الورق العنب وهيبقى شكله مش لطيف. الملح والفلفل وجوز الطيب طبعا حسب ما بتحبي الحدق بتاع الاكل بتاعك. معلقه سمنه، وعايزه اوريكم بس شكلها زي ما انتم شايفين، شكلها كانك بتصبحي الكفته. حلو، انا عايزاها كده، عايزاها تبقى ماسكه. فدلوقتي هعمل ايه؟ هغطيها ببلاستيك راب واحطها على جنب لحد ما اسلق الورق العنب بتاعي، وارجع معاكم واوريكم انا بحشي ازاي. يلا بينا. انا كده على البوتاجاز بسلق ورق العنب. انا حاطه الميه وحاطه فيها ليمون. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا حطيته حاجه بسيطه جدا، ما قعدتش كتير لاني هو طري مش هيستحمل. هطلعه دلوقتي، احط غيره لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. تسويه، الحشوه والتسويه. انا مش بسوي ورق العنب في الحله، انا بسويه في صينيه في الفرن. ما تخافوش ما تتخضوش، طريقه حلوه قوي وسهله جدا جدا على فكره. احلى كتير كتير من الحله، طعمه احلى كتير كتير. يعني لو جربتوه في الصينيه مش تعملوه تاني في الحله. بس دلوقتي انا لو هسويه في الصينيه دي، في صينيه في البيت، بايركس اي نوع صينيه، المونيا اي نوع، لازم تحطي فيه ورقه زبده. انا هجيبها اعملها كده عشان تبقى سهله وانا بفردها، وبعدين احطها في الصينيه وهحشي ورق العنب واحطه عليه. لاني لو حطيتيه من غير ما تحطي ورقه الزبده هيلزق ومش هيبقى طري، لكن ورقه الزبده هتخليه تحافظ انه يفضل طول الوقت طري. يلا بينا نبدا نحشي. طبعا انتوا شايفين الطبق، فاكريني بقى هعمل كده وابتدي احط الرز واحشي. انا مش هعمل كده، احنا جايبه الطبق عشان اخد شويه خلطه قدامي. هقول لكم انا بحشي ازاي. انا بحطها كده على ايدي كده، وباخد الخلطه بتاعتي وافردها، مش عارفه مش باينه كده، وبقفل كده من هنا ومن هنا، بلم بقى كله وببتدي ايه الفه كده. انا بلفه على ايدي. وعلى فكره انا لما باجي الف ورق العنب بشغل فيلم قديم لشاديه، انا بحب شاديه قوي، وبس. وبفضل واقفه كده احشي ورق العنب كله وانا واقفه. وبناتي حبايب قلب ماما ربنا يخليهم ليا ياكلوا في 5 دقايق بألف هنا والشفا. زي ما انتم شايفين هاخد الخلطه بتاعتي افردها بالطريقه دي عشان متبقاش مكلكعه. بصوا انا بعمل كده، انا عايزه اقلبها كده اوريكم هي بتبقى كده، بلم الجنب ده على الجنب ده كده، وابتدي احشيها بقى، ابتدي الفها. بس انا هعدلها الناحيه دي زي ما قلت لكم. طبعا انتي بتتحكمي حسب ما بتعرفي تحشيه. انا بعمله كده وبعمله بسرعه قوي، انا سريعه جدا في ورق العنب. طبعا دي كبيره جدا مش هحشي كل دي، مش داخلين حرب احنا. فباجي في النص عند
اللاين ده واعمل كده واقسمها، وابتدي بقى احشي الجزء ده واحشي اللي بعده. ممكن تعملوا حاجه تانية، ممكن تعملوا كده بعدين تلفوا من الجناب. يعني زي ما انتم شايفين انا لسه بحشي ورق العنب وبسمع فيلم الشادية وعماد حمدي، تلفزيون قدامي. خلصنا حشو ورق العنب، استناكم في الجزء التاني ازاي هنسوي ورق العنب.